نشر المواطن الليبي عبد الفتاح الساعدي صاحب المزرعة التي أطلق فيها أسدا على عامل مصري يدعى علاء في مقطع فيديو قبل قليل ليؤكد أن ما حدث هو مجرد مداعبة بين أصدقاء وأشقاء وعدم تعمده إهانة العامل المصري، متقدما باعتذاره للعامل المصري وتأكيد على مدى العلاقة بين الشعبين المصري والليبي. فيما تحدث العامل المصري في مقطع الفيديو حول مدى علاقته الطيبة مع أسرة صاحب المزرعة الليبي عبد الفتاح الساعدي، مؤكدا أن يعمل في العاصمة طرابلس منذ العام 2008 ويتمتع بعلاقات طيبة مع صاحب المزرعة، وأن ما حدث لم يخفيه وليس ترحيبا له وإنما دعابة. فيما تقدم المواطن الليبي عبد الفتاح الساعدي بالشكر والتقدير لمصر وشعبها وعدم تعمده إهانة العامل المصري، مضيفا: تحية لأهل الصعيد وتحيا مصر. فيديو صادم لأسد يهاجم عامل مصري في مزرعة بليبيا. وظهر العامل المصري فيديو مقطع فيديو وهو في حالة رعب خلال التفاف الأسد حوله بمخالبه وبدأ في عضه، كما بدت على وجهه علامات الفزع وتعرضه لآلام وسط هلع شديد. فيما بدا صاحب المزرعة ساخرا وضاحكا من المشهد وتوثيق للواقعة بالفيديو، مطالبا العامل بالهدوء لمتابعة المشهد دون أي اعتبار للخطر الذي يهدد حياته. فيما أعرب عدد من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا عن استيائهم بشكل كبير، حيث وصفوا الواقعة بأنها إهانة للعامل واستهتار بحياة البشر، مطالبين السلطات الليبية بمحاسبة المتورط ومساءلته قانونيا. انتشار تربية الحيوانات المفترسة يهدد العمالة الأجنبية في ليبيا.